كلنا طبعا شفنا سلسلة أفلام أنابيل، بس تعرف ان برغم الرعب اللي كان في الأفلام ده ما يجيش حاجة جنب رعب القصة الحقيقية اللي دميت أنابيل. عاوزين تعرفوا أكتر؟ تابعوا الفيديو للآخر. المحققين آد ولورين كانوا مشهورين بأنهم بيحققوا في أي ظاهرة خارقة للطبيعة. عملوا متحف وحطوا فيه كل حاجة كانت مسؤولة عن حدث خارق حصل في أي مكان، وكانت من ضمن الحاجات دي العروسة أنابيل. العروسة أنابيل شكلها الحقيقي مش زي ما جابوا في الفيلم، لا دي عروسة شعرها من الصوف ولونها أحمر، ومناخيرها شكلها مثلث ولونها برتقالي، ومبتسمة نص ابتسامة، محطوطة في المتحف في صندوق زجاجي وتحتها مجموعة من التحذيرات الضرورية عشان محدش يفتح الصندوق. العروسة مسؤولة عن تجربتين لشخصين كانوا قريبين للموت، وكمان مسؤولة عن حادثة مميتة وسلسلة من الأنشطة الشيطانية استمرت ل30 سنة. سنة 1970 العروسة كانت جديدة جدا، وتم إهدائها لممرضة شابة اسمها دونا من والدتها في عيد ميلادها ال28، واخدتها معاها لشقتها اللي كانت مشاركاها مع ممرضة تانية اسمها إنجي. في البداية كانت العروسة موجودة في غرفة دونا على كرسي، وبعدها بفترة لاحظوا البنتين إن أنابيل بتتحرك في الغرفة بمحض إرادتها. قبل ما دونا تروح لشغلها كانت بتسيب أنابيل دايما في غرفة المعيشة، ولما كانت بترجع من شغلها كانت بتلاقيها في غرفتها والباب مقفول. بدأ الاتنين يلاقوا ملاحظات في كل أرجاء الشقة مكتوب عليها ساعدني، وكانت مكتوبة على ورق رقيق مش موجود منه في البيت أصلا. في مرة كان صديق إنجي موجود في الشقة وسمع صوت جوه الشقة، مع العلم إن ما كانش فيه حد غيره في الشقة، فافتكر إن فيه حرامي، فدخل ودور كويس ملقاش أي حاجة بتدل إن كان فيه شخص جوه. كل اللي لقاه كانت العروسة أنابيل مرمية على الأرض، وقال إنه أخد قيلولة وحس إن في حد بيضرب فيه، ولما صحي حس بألم شديد في صدره وشاف علامات مخالب في جسمه كله، وبعد يومين العلامات اختفت وما سابتش أي أثر. بعد كده فكروا إنهم يستعينوا بوسيط روحاني عشان يفهمهم إيه اللي بيحصل، وقالت لهم إن العروسة تسكنها روح طفل متوفي عمره 7 سنين اسمه أنابيل، وإنه لقوا جثته من سنين في الموقع اللي اتبنت فيه العمارة اللي فيها شقتهم، وإن الروح سكنت في العروسة بتاعتهم. وقالت لهم إن الروح خيرة عاوزة اللي يحبها ويعتني بيها. فالممرضتين حسوا بالأسف على روح الطفل وسمحوا له إنه يفضل جوه العروسة بشكل دايم. بعد كده الممرضتين ما استحملوش اللي بيحصل لهم من العروسة، واضطروا يتصلوا بالكاهن الأسقفي اسمه الأب هيجن، واتصل هيجن برئيسه واللي تواصل مع إد ولورين علشان يتعاملوا مع الروح الشريرة اللي بتسكن العروسة. اللي فكروا فيه آد ولورين هو إن الروح اللي جوه العروسة هي روح شريرة ومحتاجة مضيف بشري عشان تدخل جواه، وإن الأرواح ما بتسكنش الجمادات زي الألعاب والبيوت، إنما بتفضل متابعة الأشخاص وملتصقة بمكان أو شيء، وده اللي حصل في قصة أنابيل. واللي أكد كلام لورين وإد إن العروسة عندها القدرة إنها تتحرك من نفسها وتتنقل بين الأماكن، وكمان بتتجسد من خلال الملاحظات الورقية اللي كانوا بيلاقوها، وكمان علامة المخالب اللي بيلاقوها في أماكن كتيرة في الشقة بتاعتهم. عملوا جلسة عشان يطردوا كل الأرواح الشريرة اللي موجودة في الشقة، وأخدوا أنابيل معاهم وحطوها في المتحف بتاعهم على أمل إن الروح الشريرة ما تعملش أي حاجة تانية. إد ولورين قالوا إنه هم في الطريق لبيتهم ومعاهم العروسة أنابيل، قالوا إنهم خافوا إنهم يمشوا في الطريق السريع علشان الروح الشيطانية ما تتسببش في أي حادثة على الطريق، فاختاروا إنهم يمشوا في الطرق الخلفية. بيقولوا إن الفرامل بتاعة العربية وقفت مرة واحدة، وده خلاهم يتخبطوا كذا مرة في الطريق ويعملوا حوادث بسيطة، وده خلى إد يرش الماء المقدس على العروسة لحد ما اختفت كل الظواهر اللي حصلت في الطريق. ولما رجعوا البيت حطوها في مكتب إد لحد ما يوفروا لها مكان في متحفهم، لكن الغريب انهم لقوا العروسة بتتحرك في ارجاء البيت بتاعهم. عملوا بعد كده علبة زجاجية وخشبية صنعوها مخصوص علشان العروسة، وكتبوا عليها الصلاة الربانية وصلاة القديس ميخائيل، وكانوا دايما بيعملوا صلاة من فترة للتانية حوالين الصندوق علشان يضمنوا بقاء الروح الشريرة جوه الصندوق. ومن ساعة ما تم حبس العروسة ما اتحركتش مرة تانية ابدا، بس بيقال ان روحها كانت مسؤولة عن حوادث حصلت بعيدة عن المكان. في سنة 2020 ظهرت تقارير بتفيد ان العروسة هربت من المتحف، وطلع المسؤول عن المتحف وقتها كذب كل الاشاعات اللي طلعت، وقال انها موجودة في المتحف ونشر صور ليها جوه الصندوق. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.